مساء الخير والعافية والمحبة على عيونكم. اليوم عندنا طريقة السمبوسة العراقية. طبعا طعمها كلش طيب وبنفس الوقت لا تحتاج لحم ولا تحتاج أي شيء. إن شاء الله الطريقة واضحة قدامكم. هنا عندي ماش. طبعا سلقته سلق يعني بحيث تشوفون الحبة من تجيسونها بيديكم ممرودة هالشكل، واذا حابين شوية تصير حبة بحبتها عادي ماكو اشكال، كل منو حسب يعني ذوقه. هنا مثل ما تشوفون البوتيتا سلقتها سلق وخليت الماش على صفحة. طبعا هالبوتيتا بس سلق، ما راح احمسها، سلق بس. اذا تردونها تطلع مثل ما يبيعونها بالسوق اتبعوا خطوة بخطوة وياي، ومثل ما هي يبيعونها بالسوق صدقوني وأطيب إن شاء الله. هنا مثل ما تشوفون قصقصت البوتيتا وخليتها يعني مكعبات صغار وخليتها فوق الماش. هنا نبدي الطريقة الثانية على صفحة. نبدي نحمس حبة واحدة من البصل الكبار، يعني كبيرة، حبة واحدة كبيرة، ونبدي نحمس فوقها. طبعا أنا ما متوفر فريش فخليت مجمد عادي، دائما أفرز يعني نفس الطعم ما بيه أي إشكال. خليت كرات وخليت كرفس، يعني هذين الاثنين كرفس وكرات ينطن طعم يجنن للسمبوسة. هنا مثل ما تشوفون حبة بصل وخليتها يتحمسن كل زين، وخليت البهارات السبعة، البهارات مشكلة، وشوية دارصيني وشوية فلفل أسود وملح وهاي هي وزيت، وحمستهن. وهسه خليت المواد كلهن فوق الماش كلهن، وبديت اقلب بيهن هالشكل. هاي الحشوة مالتنا كملت. طبعا نبدي المرحلة الثانية اللي هي مال لف السمبوسة. اللف السمبوسة اذا تردونها بالخبز العراقي على راحتكم، اذا تردونها بهذا الورق يعني على راحتكم، كل من وحسب ذوقه. انا لفيتها بهذا الورق. آه هنا مثل ما تشوفون هذا الورق طعمها طيب وبنفس الوقت يعني تنطق على المشي، واذا حابين بخبز ذاك العراقي على راحتكم. هنا مثل ما تشوفون هالشكل ابللها بالطرف شوية ماي على مود تلزق عندي، وهنا أنا ابدي اخليه مثل ما تشوفون هالشكل. الفن السمبوسة. وهاي هي وتطول عندكم، تقدرون تفرزونها بالفريز حتى يعني 3 اشهر 4، يعني ما عليها اي شي. يعني تحتفظون بيها بأكياس او بعلب وبالثلاجة، وعليكم بالف عافية. انا هنا راح اقلي قدامكم تشوفون هسه، لا راح تنفت عندي بالزيت ولا شيء. هنا راح اسويها مقبلات هم بسيطة، وان شاء الله اكمل كل الكمية مال السمبوسة. هنا كملت كل الكمية مال السمبوسة وخليتها على صفحة، وهنا بديت اسوي شوية مقبلات تنويع ويا السمبوسة ينطيها طعم كلش طيب. هنا مثل ما تشوفون خليت خيار اللي هو ناعم، وخليت حبات من الرمان يعني نص حبة هالشكل، وخليت علب واحد من الثوم. اذا ما حابين الثوم الفريش خلوه بودر، اذا ما حابين عادي تستغنى عنه. خليت فوقها روبة وشوية ملح وخليتها على صفحة وكملت. عندنا هاي أول طريقة من المقبلات الثانية اللي هي هم بسيطة. خليت لهاني، وخليت شوية تفاح، يعني تفاحة وحدة، وخليت فوقها شوية ملح وشوية نعناع وروبة. ومثل ما تشوفون هاي هي كملت الطريقة الثانية مال المقبلات. ان شاء الله نالت اعجابكم، سهمكم مليون عافية. وهنا خليت اياها طبعا السمبوسة اللي يحب ياكل هالشكل، شوية لهانة وشوية طماطة ويعني فلفل بارد، هالحبشكلات شوية. هنا مثل ما تشوفون راح ابدي اقلي السمبوسة مالتنا. هاي هنا زيت شوية، يعني هواي شوية. هنا نبدي الزيت ما يحتاج نخليه كلش يعني يحمى عندنا، لا نخليه شوية ياخذ حرارة، ونبدي نضيف السمبوسة والشكل تاخذ لون على السريع، يعني ما تطول لا تعفونها يعني بالزيت هالشكل، إن كان هذا الورق أو إن كان الورق العراقي يعني هالشكل. وهنا صدقوني طعمها ما يختلف عن السوق، وهم أنظف بالبيت وأحلى وأطيب بنفس الوقت، وما تاخذ وقت. تقدرين تسوين تعبين يوم واحد وتخلينها بالفريز، يمتى ما حابة تطلعين من عندها وتسوين وشغل يديك ومرتب وحلو. هنا راح اقلي طبعا فنجر جاهز،
راح اقليهم للأطفال او اذا حبوا ياكلون عائلتي من عنده. هنا مثل ما تشوفون بساعته يعني تستوي ثواني، ما تاخذ وقت السمبوسة بالزيت، وطبعا على نار متوسطة مو على نار عالية على مود لا تحترق عندكم. اذا حابين تفرزوها بالفريز ملاحظة طلعوها قبل بوقت، يعني مثلا تردون العشاء طلعوها المغرب على مود تنفك شوية من الثلج داخلها وتستوي من برا ومن داخل من تقلونها. وهنا كملت المقبلات وكملت صينية العشاء مال السمبوسة، وسهمكم مليون عافية. وهنا مثل ما تشوفون هاي هي من داخلها. وهنا نختمها بالحبشكلات اللي ورا العشاء. وهنا أنا قدمت لعائلتي هالشكل، وسهمكم مليون عافية. لا تنسونا باللايك وتصعدون القناة وحتى تكبر عائلتنا الحلوة. شكرا، نلتقيكم بفيديو قادم إن شاء الله، مع ألف سلامة.